مين أحق بحضانة الطفل؟ ده سؤال مهم. أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن قوانين وعن تشريعات، دي حاجات ليها علاقة بالمحاكم وبالبلد وبالحكومات. أنا جاي أتكلم عن الفطرة، بتكلم عن اللي ربنا قاله. اللي أحق بحضانة الطفل الاتنين، أب وأم سويين. أم عارفة دورها، بتعمل اللي عليها، بتكبر وبتزرع قيم ومبادئ وتأكل وتشرب وتعلم. وأب بيبقى هو مثل وقدوة، بيصرف على ولاده، بيصرف عليهم حضن واحتواء قبل ما يصرف عليهم فلوس. ولو الموضوع وصل لدرجة انه لازم يكون حد مع حضانة، الأصلح اللي قادر انه يبقى عارف يحتوي ولاده ويربيهم كويس ويكبرهم كويس. بس ده مش معناه ابدا ان الطرف التاني يتحرم من ولاده. انا عايزة اقول مسج لكل اب: مشاركتك في ان انت تربي ولادك ده مش تهديد ولو يدراع. ولكل ام عايزة اقول لها انه ان انت تكوني معاكي حضانة ده مش معناه انك تحرمي اب من ولاده وتحرمي الولاد من الاب. على فكرة انتوا كل واحد فيكم معتبر بقى مين واخد حضانة مين، ومين واخد ولاية تعليمية بتاعت مين، ومين واخد الرعاية بتاعت مين. انتوا بتبصوا على انتوا عاوزين ايه، وبتبصوا على كل واحد هيعاند ازاي ويكسب بوينت على التاني ازاي. انتوا مش بتبصوا الولاد مصلحتها فين. الرعاية والحضانة لو بالقانون لازم تروح لحد واحد، لازم تروح للأصلح. وتاني، ده مش معناه ان الطرف التاني يجي على الطرف الأول عشان هو معاه قانون ومعاه ورقة وحكم محكمة. ناس كتير قوي بتقعد تقولي بجد يا شاري انتي بتقولي كده، انتي بتتكلمي عن الأبهات انه ياخدوا ولادهم ويقعدوا معاهم في البيت. ايوه، لانه زي ما في أبهات مهملة وبتسيب ولادها ومش بتفرق معاها وبيدوسوا على الستات عشان المصاريف وي 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 وي، في أمهات بتبقى actually مش هقدر اقول أمهات، في ستات صعبة قوي. لأن الأم بيبقى أول حاجة بالنسبة لها مصلحة ولادها. لو حتى الأب وحش بتيجي على نفسها عشان نفسية ولادها. unless بقى إنه يكون الأب مؤذي، ده موضوع تاني. أنا بس عايزة أقول مسج لكل أب: إن أنت تربي ولادك وتصرف عليهم وتحتضنهم وتربيهم زي ما ربنا أمرك وقالك، ده مش تهديد لست إنه لو ما عملتيش مش هعمل. لأ، فيش ست بتتهدد ان انت مش هتعمل لها. انت ما بتعملش لولادك وبتطلع جيل مهلهل نفسيا. ورسالة لكل ام: مش عشان انت معاكي ورقة يبقى انت بتستخدميها ضد الراجل فانت كسبانة، انت خسرانة ولادك. فكرة الرؤية و5 ساعات في الاسبوع مفيش اسمها كده اصلا. الام والاب اتنين اتجوزوا اشتركوا مع بعض خلفوا طفل، لازم الاتنين يربوه، سواء انتوا مع بعض في نفس البيت او انتوا منفصلين. بجد ارجعوا فكروا في اللي ربنا قاله، هتعرفوا انه لا بمحكمة ولا بورقة، دي بغريزة جوه ربنا حطها جوه كل ام واب سويين لمصلحة ولاد ولمصلحة جيل ولمصلحة نفسية ولاد هيطلعوا مسؤولين. ازرعوا في ولادكم اللي انتوا كنتوا نفسكوا يحصل معاكم ما حصلش. والزرع مش هيجي غير لما تكونوا موديل قدام الولاد. انا بتكلم في الطبيعي وفي الحياة الطبيعية، لكن اكيد لو في كيسز ساعات بتبقى خارجة عن ارادتنا. الفيديو ده طويل شوية، بس الحقيقة الموضوع ده انا ممكن اقعد اتكلم فيه 10 ساعات مش 5 دقايق. بليز فكروا انه كل واحد في علاقة زوجية يبقى اهم حاجة عنده الولاد مش نفسه، عشان انتوا مسؤولين عنهم وتتسألوا عليهم. فكروا.